بلد جواها كله تراب هتضطر تغسل عربيتك كتير، ولان اغلب المغاسل بتعمل اخطاء كتير من اللي هنتكلم عليها بعد شويه، فيستحسن بالذات العربيات الجديده تغسلها بنفسك. في الفيديو ده هنشوف الاخطاء اللي ممكن تعملها لما تغسل عربيتك بنفسك وازاي تتجنبها. اول حاجه لما تيجي تغسل عربيه ما تستخدمش جردل واحد، تستخدم اتنين، واحد يبقى فيه الميه والصابون وواحد يبقى فيه ميه بس. علشان تبقى تغسل بيها الفوطه بدل ما تحطها تاني في الميه والصابون وتوسخ الميه والصابون بالتراب. تاني حاجه ما تستخدمش جردل متوسخ، اتاكد ان الجردل من جوه نضيف علشان لما تحط الفوطه فيه ما تشيلش تراب وبعد كده تخربش بيه العربيه. محدش يفكر ان انا ببالغ، انا بتكلم على الخرابيش الصغيره اللي بتبقى على شكل دواير اللي موجوده في اغلب عربياتنا. تالت حاجه هي الصابون، ما تستخدمش صابون صحون او بالمصري صابون مواعين، لان الصابون اغلب صابون الصحون ما بيبقاش بي اتش نيوترال، ما بيبقاش بي اتش متعادل، بمعنى ان هو مثلا يبقى حامض يا مثلا قلوي. اغلب الصابون اللي بنستخدمه بيبقى حامض، والماده الحامضه لما بتتحط على البويه بتاكلها. اكبر دليل على كده فضلات العصافير، لما بتتحط على صاج العربيه وتقعد كتير بتسيب علامه. وتاني حاجه صابون الصحون معمول عشان يشيل الدهون من على الاطباق، فانت مش عايز تستخدمه على عربيتك لو جديده علشان ما يشيلش طبقه الواكس من عليها. عشان كده يفضل تستخدم صابون عربيات زي ده كده، عشان مش هيبقى حامض، هيحافظ على البويه وفي نفس الوقت هيحافظ على طبقه الواكس. اما لو عربيتك زي عربيات كتيره جدا اتغسلت قبل كده 1000 مره بصابون صحون ومعلهاش طبقه واكس، فممكن تستخدم صابون عادي، لكن ما تغسلش العربيه في الشمس، لان الشمس هتسرع التفاعل وهتاكل البويه اكتر. فهي تغسل عربيتك بعيد عن الشمس وتشيل الصابون على طول علشان ما يضرش العربيه. رابع حاجه هي الفوطه، يا ريت تستخدم فوطه مايكرو فايبر. تستخدم فوطه مايكرو فايبر لان المايكرو فايبر مش هيحرك التراب من حته لحته ثانيه، هيشفط التراب جواه. واكبر دليل على كده الفيديو بتاع غسيل كراسي العربيه القماش، لو ما شفتوش هتلاقي ليه لينك تحت في الديسكربشن او اضغط على الكارد اللي هيظهر فوق هنا. اما لو مش هتقدر تجيب قماشه بمايكرو فايبر او ما عندكش واحده، فممكن تستخدم فوطه عاديه ولكن تبقى ناعمه علشان ما تخربش العربيه. خامس حاجه هي مش حاجه غلط ولكن واجب التنبيه عليها، ان احنا لازم نرش ميه كفايه على العربيه، لان لازم ما بينك وما بين صاج العربيه طبقه لوبريكانت. عشان كده احنا بنرغي الصابون علشان الرغوه دي تشتغل كلوبريكانت، فترش العربيه كويس علشان تتاكد انها مش هتخربش العربيه. سادس حاجه لما تيجي تغسل العربيه بالفوطه تتحرك في خطوط مستقيمه مش دواير، عشان لو لا قدر الله خربشت العربيه لو اتحركت في دواير هتظهر الخرابيش عندك على شكل دايره. يعني خلاص ما بقاش محتاج لقطات تاني يعني. ولو خربشتها على شكل دايره الخدش هيبان من اكتر من زاويه وهيبقى اصعب لما تيجي تشيله. سابع حاجه لازم تحافظ على الميه، لما تيجي تستخدم الفوطه تقفل الميه، ولما تيجي ترش العربيه تستخدم ميه على قدك بس. تامن حاجه لما الفوطه تتوسخ ما تكملش بيها لانها هتبقى خدت التراب بما فيه الكفايه، بحيث ان هي كده ممكن تخربش العربيه. عشان كده لازم تحطها في الجردل بتاع الميه اللي اتكلمنا عنه في اول الفيديو وتطلع منها التراب، ويفضل ما تحطش الفوطه لغايه ما توصل للجردل من تحت علشان ما تشيلش تراب وتخربش بيه العربيه بعد كده. تاسع حاجه هي حاجه بديهيه شويه ولكن لازم لما تيجي تغسل العربيه تغسلها من فوق لتحت، علشان الوساخه اللي فوق والتراب اللي فوق ينزلوا تحت وتنضفهم بعد كده، وعلشان غالبا العربيه بتبقى متوسخه من تحت اكتر من فوق، فما تشيلش تراب من تحت تخربش بيه العربيه من فوق. عاشر حاجه لما تيجي تنشف بفوطه ناشفه تماما وتكون جديده، ويفضل بالذات هنا لازم تبقى مايكرو فايبر علشان تشفط الميه وما تسيبلكش علامات للميه. ولما تيجي تنضف الازاز يبقى ليه فوطه ثانيه، ولو عندك منمع ازاز كمان يبقى افضل واكتر. اخيرا في كمان غلط بعضنا بيعمله، هو لما تيجي تنضف عجل العربيه، تيجي تنضف عجل العربيه بالذات لو عندك جنوط الومنيوم ممكن تتخدش، يفضل ما تستخدمش فرشه ناشفه. تستخدم فرشه طريه وبخاخه فيها ميه وصابون او ملمع جنوط لو عندك جنط.
لان الجنود بتبقى اصعب من الطاسات في ان هي تتنضف، عشان كده لازم تجيب فرشه طويله شويه عشان تدخل جوه. بالنسبه للكاوتش، الكاوتش عادي ممكن تعمله اي فوطه ناشفه، اي فرشه ناشفه، ولما تخلص تنشفهم بقماشه ما يكفاك. بالنسبه للتفحيم، فبعض الناس او اغلب المصريين اللي بيعملوه ان هم بيسيبوا الصابون على الكاوتش. انا عمري ابدا عملت الحركه دي، لان عاده ببقى خايف ان الصابون يتفاعل مع الكاوتش ويبوظه، بالذات لو سبت الصابون عليه وجات رشت عليه كمان شويه ميه، بعد فتره دخلت في ميه ولا حاجه، الصابون هينشط تاني وهيبدا يتفاعل تاني مع الكاوتش وهيبوظه مع الوقت. عشان كده لو عايز تفحم باستخدام ملمع كاوتشات. في الاخر ما تنساش اللايك، شير، سبسكرايب،